السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. معظم فيديوهات يا شباب بقول لكم فيديو جميل جدا، معلومات جميلة جدا، ولكن الفيديو ده يا شباب فيديو حزين جدا وفيديو مختلف جدا، ولكن معلومات والله العظيم مهمة جدا جدا جدا. اهتمام بالطير الجميل دوت. عايز اشوف كام واحد فيكم بيحب الحمام يا جماعة الخير. ادعمونا باللايك يا شباب، مش للقناة والله العظيم، عشان خاطر الطير الجميل دوت. عايز اشوف كام واحد فيكم بيحب الطير الجميل دوت. على قد عدد اللايكات، على قد ما هنوصل الفيديو ده للناس، على قد ما هننقذ الطير دوت. الحمام ده يا شباب بيموت كل يوم، والله العظيم بيموت كل يوم. حصل لي موقف يا جماعه الخير مش قادر انساه، والله العظيم في الذاكره بتاعتي، يعني اكنه كده ملحوم في الذاكره. كل ما اعمل حاجه افتكر الموقف، اكن في حاجه يعني غريبه دخلت مخي، مش عايز اسيب مخي نهائي. طبعا يا شباب وانا ماشي من طبيعتي ببص على الحمام، لان الحمام انا بحب الحمام. الحمام بيشد نظري، فوق سقف بيت بشوف، في سطح بيت بشوف، في غيه ببص عليها، حمام طاير في الجو ببص عليه، لان انا بحب الحمام عشان كده ببص عليه. ركب عربيه يا شباب في الكابينه جنب السواق. ركزوا يا جماعه الخير بالله عليكم عشان ننقذ الطير الجميل دول. راكب في العربيه جنب السواق، راكب معايا واحد صديق جنبي، في راكب يا شباب بيشاور العربيه، فالسواق وقف عشان يركب الراكب اللي بيشاور العربيه دول. فانا ببص من بعيد كده لقيت شويه حمام واقفين على الطريق، حمام هزاز يا جماعه الخير. الحمام الهزاز ما هوش بيطير. الحمام الهزاز عشان يطير بيمشي 3 4 خطوات على الارض، ويبدا ان هو يرفرف بجناحه، ويبدا ان هو يطلع من على الارض. ان الحمام الهزاز ما هو الذكي في الطيران، وديله بيعمل له اعاقه في الطيران. فبشاور لصاحبي بقول له شايف الطير الجميل اللي هناك دوت؟ قال لي الله ده حمام جميل قوي. قلت له اه سبحان الله، بس مين صاحبه اللي سايبه على الطريق كده؟ الحمام الهزاز دوت المفروض ما يترباش جنب طريق. وفعلا يا جماعه الخير اي حد عنده حمام هزاز جنب الطريق، ساكن جنب عربيات، اوعى يطير الحمام الهزاز، والله العظيم هيموت منك زي ما حصل بالظبط. السواق كمل الطريق بتاعه، قلت له بالله عليك خلي بالك من الحمام اللي قدامك دول، عشان الحمام ده مش بيطير، الحمام ده مش بيعرف يطير. السواق قال لي لا ما تخافش، احنا اول ما نوصل عنده هو هيطير ما تخافش. قلت له الحمام ده ما بيطيرش. قال لي يا عم ما تخافش. تنينا ماشيين كملنا الطريق، السواق ما هداش، كمل في طريقه زي ما هو. ببص ورايا يا جماعه الخير، والله العظيم لقيت الحمام معجون في الارض، والله العظيم لقيته معجون في الارض. قلت له مش حرام عليك اللي انت عملته دوت؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك وفي كل ذي قلب رطب صدقه. ايه اللي انت عملته دوت؟ قال لي يا عم والله ما اقصد، انا كنت مفكره هيطير. والله العظيم كنت همسك في السواق، والله العظيم كنت همسك في السواق. كملت الطريق يا جماعه الخير والموضوع لحم في دماغي، الموضوع مش عايز يسيب دماغي. بكلم اي حد بيربي حمام جنب الطريق، الحمام الهزاز بيطير 50 متر مربع حوالين المنزل، بيطير 50 متر مربع حوالين المنزل. ولكن لو بتربي حمام جنب طريق، لو انت ساكن جنب اسفلت، اوعى تطير. او الحمام الهزاز، الحمام الهزاز ما بيطيرش، الحمام الهزاز مش ذكي في الطيران، بيطير ولكن حاجه بسيطه، ما بيعرف يطير زي الحمام البلدي وزي حمام الغزار وزي حمام الزينه في حمام ذكي في الطيران، ولكن الحمام الهزاز ده يا شباب ما هو الذكي في الطيران. فبالله عليكم خلي بالكم من الحمام دوت. بناشد يا شباب الناس اصحاب العربيات، حافظ على الطير الجميل دوت. خلي بالك لو في قدامك حمام، لو في قدامك كلب، لو في قدامك طير، لو في قدامك اي شيء، لله تعالى بالله عليك لله تعالى، اي سواق يا شباب بيسمعني دلوقتي بالله عليك يقول لزميله لو في حاجه على الطريق خلي بالك منها. بالله عليكم يا اخي، بالله عليكم. معلش يا شباب كنت اتنرفزت في الفيديو دوت او طلعت لفظ مش كويس، فسامحوني. ان شاء الله تعالى اعمل لكم فيديوهات قويه جدا جدا، اوعدكم فيديوهات جميله جدا في الفتره القادمه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.